بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي المغاربة، هذا فيديو جديد معكم. في هذا الفيديو سنتحدث مجددا عن بعض الأمور التي لا تزال تشكل عائقا أمام الشباب المغربي. الصراحة ولينا كنعيشو حياة صعبة، خصوصا في الآونة الأخيرة. ركود اقتصادي صعب وأزمة اقتصادية، مكايناش الخدمة. وتصوروا معايا فقت الصباح مشيت درت واحد السيفي، طبعت بزاف ديال السيفيات باش ندفعهم للشركات، ولكني للأسف تفاجأت تفاجأت بالواقع المر، واحد الواقع اللي صعب أنني نوصفه. مشيت هبطت للمدينة، بقيت كنقلب في المدينة، ما لقيت حتى مصنع، حتى شركة، حتى معمل فين غادي ندفعو السيديات حنا. ما هو المصير ديالنا حنايا؟ ما هو المستقبل ديالنا حنايا؟ فين غادي نمشيو؟ فين غادي نكون دابا؟ غادي يفكروا معنا فين غادي نمشيو؟ فاش غادي نخدمو؟ غايقولوا لي احنا انا دابا فاش غادي نخدم؟ عييت ما نفكر، عييت ما نخمم، عييت ما نبلاني. مشيت للعامل باش ندفع الدوسي ديال التنمية البشرية، مشيت مرارا وتكرارا باش ندير الدوسي ديال التنمية البشرية، باش ندير مشروع على راسي. ما لقيت حتى شي واحد تما يعطي لي الخيط باش نبدا. كل ما مشيت لتما ما كنلقاش الموظف اللي مكلف بهذا الشيء هذا. في نظركم وفي نظر الجميع، هل هذا الشيء هذا كيبشر بالخير؟ هل في نظركم هذا الشيء هذا كيطمئن؟ يعني في الصراحة، أنا عييت من ندفع السيفيات، عييت من نصيفط السيفيات، عييت من نسافر، عييت من نمشي لمدن أخرى. الغالب الله حتى الخدمة ولات بداك صاحبي، ولات بالمعرفة. واش كتعرفو؟ واش كتعرف فلان؟ واش شكون اللي مصيفطك؟ لماذا هذا الشيء هذا؟ إلى متى سنبقى هكذا نعاني؟ حتى إلا لقيتي الخدمة، مثلا لقينا نقولوا حنا لقيتي الخدمة وبديتي كتخدم، راه الأجرة زهيدة، 2000 درهم ولا 2500 درهم في الشهر بدون أي ما عندهاش لا تفيد في شيء. يلا نقولوا حنا يلا كديباني وصافي. إلى متى هذه المعاناة؟ وفوقاش غادي تستمر هذه المعاناة؟ واش كاين شي آفاق؟ واش كاين شي مشاريع؟ واش كاين شي؟ غيفكروا معايا الإخوان ديالي المشاهدين. راه درت هذا الفيديو هذا على ود، درتها فتحت هذه القناة هذه على ود أنكم تعاونوني وتشتركوا معايا في القناة باش نكبر هذه القناة، باش يكون عندي على الأقل واحد المدخول، نستافد من المدخول ديال اليوتيوب. راه ما الغالب الله، الغالب الله نقولوا حنا لا 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 محمد رسول الله. عينا من ندفعوا السلبيات، عينا ما نقلبوا، عينا من ندقوا البيبان، عينا نفكروا في مشاريع، عينا ما نفكروا اننا نديروا مشروع راسنا، ما لقيناش اللي يعاوننا. عينا من نحاولوا ما لقيناش. اذا خوتي المغاربه، اللي شاف هذا الفيديو كنتمنى انه يدير جيم ويدير بارطاج وينشر هذا الفيديو على نطاق واسع، باش الرساله ديالي توصل. راه بزاف ديال الشباب كيعانيو هاد المعاناه، ولا اله الا الله محمد رسول الله. راه ماشي غير انا، هذاك الشيء علاش الشباب كيبغاو يهاجروا باش يقلبوا على فرص افضل، على مستقبل احسن، على على مدخول يكون قار يدير بها اسره ديالو، يدير بها يعني
يفتح بها عائلة ديالو. ولكن للأسف، للأسف الشديد، فين غادي نمشي أنا دابا؟ فين غادي نمشي؟ معامل، لا مصانع، لا استثمارات في المدينة ديالي ما كاينش. لا استثمارات، ما كاينش معامل. شنو كاين؟ كاين غير لوطيلات والفنادق والمطاعم والمقاهي. حتى المطاعم والمقاهي ما بقاوش كيمشيو عندهم الناس. هاد المطاعم والمقاهي ما بقاش كيمشيو عندهم الناس الا موسميا، يعني واحد 20 يوم ديال الخدمه ولا 30 يوم ديال الخدمه. اذا فاش كتسالي 30 يوم ولا 40 يوم ديال الخدمه، حنا فين غادي نمشيو؟ غادي نستناو حتى الصيف الجاي عاوتاني، نبداو عاوتاني الخدمه من جديد. اليس هذا عيب وعار عليكم؟ الحكومه، والحكومة فوقاش غادي تبداو تشوفوا حالتنا، وفوقاش غادي تبداو تراعيو لنا حنايا، وفوقاش غادي تبداو يعني تشوفوا المستقبل ديالنا، وديروا استثمارات وديروا مشاريع. وحتى الا كانت الاستثمارات والمشاريع، واش حنا غادي نخدموا فيهم ولا غادي يخدموا فيهم فلان وفلان وابن فلان وفلان؟ يعني هذاك الشيء يكون بالمعارف. تسمحوا لي على هذه الهضره اللي كنديروا، لاني انا يعني بحال الا تعصبت شويه. تصلت يعني ها هما السيفيات، ها هما قدامكم، ها هما السيفيات وطلبة العمل، وكندفع. وعندي 37 سنة وموجز، وعندي دبلومات مختلفة. ولكن غالب الله، غالب الله، راه ماشي غير أنا. في الواقع هاد الشيء هذا اللي كنعيشو أنا مشاهد محضرة، جميع الشباب المغاربة يعيشوا هذا الواقع المؤلم للأسف. أخوتي المغاربة، الى شفتوا هذا الفيديو ما تنسوش انكم ديروا يعني الاشتراك في القناة، وتكملوا الفيديو حتى الاخير باش تعاونوني وتعاونوا هاد يعني وتعاونوا هاد القناة باش تكبر، باش نوصل على الاقل 5000 مشترك، 4000 مشترك، حتى ولما لا حتى 10000 مشترك ان شاء الله. تعاونوا معايا في هذه القناة ان شاء الله. وشكرا لكم. هادشي اللي كان ديما نقول ان شاء الله على ود يعني الواقع اللي كنعيشوه، يعني في فيديو خفيف وظريف باش نشارك معكم يعني المعاناة ديال الشباب المغربي. وشكرا.